السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايبه لكم النهارده طبق بطاطس هتاكلوا صوابعكم وراه. دي بطاطس محمره شيبسي يا جماعه، عامله لها خلطه رهيبه كده وتتبيله تحفه بجد يا جماعه. هتاكلوا صوابعكم وراها. تفتحوا كده المكان اللي انتوا حاطين فيها البطاطس، سواء فرن بوتاجاز او مغطياها من فوق، بتلاقي الريحه مقلوبه كأنها ريحه مشويات، وبجد تحفه، حاجه كده خطيره. اتمنى تتابعوا معايا الفيديو الاخر، ولو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. ويلا نبدأ وصفتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. الطبق الحلو ده انا عاملاه بحبايتين بس من البطاطس، يعني اقل من نص كيلو بطاطس. عملت بقى الطبق الحلو ده، تقدروا عليه تقولوا عليه طبق جانبي، تقدروا تقولوا عليه مقبلات، بس صدقوني انا كلته كطبق رئيسي. يعني انا كلته لوحده كده. بجد يا جماعة كان مشبع جدا، مش محتاجة تاكلي اي حاجة جنبه من حلاوتها. ان شاء الله تقوموا تجربوها حالا، لان كل مكوناته وتتبيلته موجودة في البيت. بمسك البطاطس كده وابتدي اقشرها عادي خالص واغسلها بالمية. بعد كده ببتدي ان انا اقطعها، يعني يعني مش زي الشيبسي ومش زي صينية البطاطس، بين الاتنين. شايفين السمك اهو؟ عايزين تقطعوها شيبسي مفيش مشكلة، بس انا مش عايزاها تبقى ناشفة، يعني عايزاها تبقى ايه، طرية كده معاكم، وفي نفس الوقت ما تكونش تخينة. خلاص انا بقطعها اهو، بصوا يا دوبك السكينة باينة من تحت راق البطاطس، شايفين اهو؟ بالطريقة دي كده بالظبط، نفس السمك اللي وريتهولكوا بالظبط. ما شاء الله الحبايتين من البطاطس هيرموا معايا كتير، لانك انتي بتقطعيها رفيعة، فهيرمي معاكي كمية محترمة. خلاص ما شاء الله، شايفين الحبايتين عملوا قد ايه؟ طبق مليان. هتمسكي البطاطس بتاعتك، تغسليها كويس جدا، تنزلي منها النشا، وبعد كده هبتدي ارش عليها ملح، وابتدي ان انا اقلبها كلها ببعضيها عشان تتملح معايا وتاخد من طعم الملح اهو. رشه بقى كده من الملح، واقلب البطاطس بتاعتي. وطبعا بقى نحط الطاسه على النار ونبتدي ان احنا نقلي البطاطس. وطبعا البطاطس مش محتاجه ان انا اوريها لكم بتتقلي ازاي، عادي جدا هحمرها عادي جدا. كل التكات والحركات والحاجات كلها في الخليط او في التتبيله او في الخلطه اللي هعملها، هي دي اللي هتودي البطاطس بتاعتنا في حته تانية خالص. فرفصي بقى البطاطس كده عشان منها رفيعه بتلزق في بعضيها. فرطيها كده من بعض وانتي بتنزليها، وابدأي حمريها تحمير عادي خالص، وتتحمر عادي، تحط في طبق. ويلا بقى عقبال ما تتحمر كده، ابتدي ان انا اعمل معاكم التتبيله البسيطه جدا اللي لما تتحط على البطاطس هتودي البطاطس في حته تانية خالص. شايفين اللون الذهبي ده؟ قلبي بقى كده، بس انا عايزه اللون ده كده، اللون الذهبي الحلو ده اهو. بصوا مقرمشه، طبعا الصوت عشان يعني كتمان مش واضح، بس هي باينه جدا ان هي مقرمشه جدا. طبعا خلي بالكم من نوع البطاطسايه نفسها، ما تجيبوش البطاطس اللي بتتحرق، هاتوا البطاطس اللي البياع يقولك عليها بطاطس شيبسي كده. تمام. هنا بقى عندي بصلايه متوسطه الحجم، وعندي يعني عودين بقدونس على عودين كزبره، لو حابين بقدونس بس ماشي، لو حابين كزبره بس ماشي. اللي عندك هاتيه كده واغسليه غسله كويسه، وابدأي ان انتي قطعيه بالسكينه رفيع زي ما انتوا شايفين. اقطع بقى كده رفيع، وابتدي اشيله في الطبق، وابتدي اخد البصلايه بتاعتي دي واقطعها معاكوا جوانح او جوليان، على حسب ما كل واحد بيسمي التقطيعه ايه اهو. ده برضو من ضمن الخليط اللي هينزل على البطاطس، هتوديها في حته تانية خالص. وادي البصلايه بتاعتي قطعتها كده نصين بايديا كده، بحب ان انا اقطعها جوانح رفيعه، لاني بتحكم فيها اكتر بايديا كده عامه ان انا اقطعها على القطاعه او على الرخام اهو. شايفين بالمنظر ده كده. وبعد بقى ما تخلصي تقطيع البصل، فرفصيهم من بعض كده بحيث ان هي ما تبقاش ماسكه في بعضها اهو. بقى الخليط معايا اهو زي الفل. يلا بقى نعمل التتبيله.
انا كده عملت خليط حلو كده هيتحط فوق البطاطس. هعمل معاها كمان تتبيله عشان تقوي الطعم، تخلي الطعم بقى طعم هايل. ادي الطبق اهو. هبتدي انزل عليه بمعلقه صغيره من الملح، اهي معلقه صغيره. وكمان هبتدي انزل عليها بمعلقه صغيره من البابريكا عشان تدينا اللون الحلو، ومعلقه صغيره من الكمون. وكمان هبتدي اجيب يعني سن فلفل اسود، سنه صغيره كده، مش معلقه طبعا مش زي باقي المقادير. وهجيب عصير ليمونتين، والليمون كده يكون فيه ميه كده وحلو، وهبتدي اعصر في عصير الليمونتين. التتبيله كلها موجوده عندنا في البيت، بس بجد ليها مذاق ساحر بجد يا جماعه، حلو جدا. اكله شعبيه ارديحي كده، بس بجد تستحق التجربه. اهو. بعد كده بقى محتاجه معلقتين كبار من الكاتشب، معلقتين كبار من الكاتشب. او عارفين الكيس اللي بتتباع دي الكيس بجنيه، هاتي كيسين اهو، كيسين كده من الكاتشب، وانزل بيهم افضيهم. وابتدي بقى ان انا اقلب في الخليط التحفه ده. انتوا مجرد ما انتوا حطيتوا الخليط كله على بعض، شموا بقى الريحه وانتوا بتقلبوها، بجد تحفه. احفظوا الخليط ده كويس جدا: ملح مع كمون مع سن فلفل اسود مع كزبره ناشفه مع عصير ليمونتين مع كيسين من الكاتشب او معلقتين من الكاتشب. هو تقريبا الكيس عامل معلقه. خلاص نجيب بقى البطاطس اللي احنا محمرينها كده، وما شاء الله شيبسي وتحفه ولذيذه. هبتدي ان انا اخدها كده وانزل بيهم كده على البطاطس بتاعتي، وابتدي ان انا اقلب بقى البطاطس مع البصل مع البقدونس. خليط يا جماعة رائع، خليط رائع بجد اهو. طبعا بقى انتوا بعملوا في طبق غويط كده عشان تقلبوا وانتوا يعني مرتاحين. الطبق الصراحة الواسع مأيدني جدا. تمام اهو. وبعد بقى ما قلبتهم وشربت البطاطس من البصل والبقدونس كويس جدا، هبتدي بقى اخد خليط الكاتشب مع التوابل ده. صدقوني بقى الخليط ده موديها في حته تانية خالص، مخلي طعمها في منتهى الجمال. صدقوني انا بقولكوا لو جنبكوا اي حاجه عايزين حاطينها جنبكوا عايزين تاكلوها، مفيش احلى من الوصفه دي تتاكل لوحدها، مش محتاجه اي حاجه تاني جنبها. عليها بقى في الاخر كده سنه شطه، بألف هنا وشفا على اللي هياكل ويجرب. بجد يا جماعة الوصفة تحفة تستحق التجربة. أتمنى يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم الفيديو بتاعي. ما تنسونيش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. اشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.